عندنا الوايت سموك دخول ميه لغرفه الاحتراق. دخول ميه، احنا قلنا البلاك سموك دخول زيت لغرفه الاحتراق، او مشكله ان الزيت بقى احد مكونات الاحتراق. لكن الوايت سموك ده يعني دخول ميه لغرفه الاحتراق نتيجه زي ما قلنا من شويه قطع في الجاسكت، تلف في جوان وش السلندر، ادى ان مسارات ومجاري الميه فتحت على مسارات الكبس، تمام، او دخلت او مسارات غرفه الاحتراق نتيجه شرخ في الشميز بتاعك اتشرخ نتيجه ان انت بتستخدم ميه تفاعلت وكونت صدى ورست وتآكل مع وتفاعلت مع الاجزاء بتاعه الشميز زي ما انت شايف كده، وادى حصل ثقب او خرم في الشميز، او السلندر هيد نفسه فيه كراك، تمام. وده طبعا قبل ما بتركب السلندر هيد بتعمل الاختبار، كذا اختبار للسلندر هيد عشان تتاكد ان مفيش فيه كراكس، تمام. كل دي اسباب بتؤدي الى دخول ميه لو